هدايا عيد الأم للحاجة سعدية من حسن ويحيى وزياد ونيرة. بصوا هنتكلم وهنشوفوا الهدايا اللي جات لها ايه، ومن عروسة يحيى كمان جابت لها ايه. وهنتكلم على عزومة الرنجة الجميلة لاخوات ام خالد، وزيارة ام آلاء لاخوها. هنتكلم في حاجات كتيرة، وطبعا تعب آلاء. هنتكلم في حاجات كتيرة في الفيديو بتاعنا ده النهاردة. بس الأول عايزة أسلم على أحلى متابعين عندي في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا أحلى متابعين وأحلى أخوات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. لو مش مشتركة يا قمر انت وهي، ما تنسيش تشتركي وتحطي اللايك الجميل بتاعك. ويلا بينا نخش على أول فيديو معانا. نقول لأم خالد تسلم ايديك يا ست الكل على عزومة الرنجة والفسيخ. بصوا الأكل تحفة تحفة، كنت عايزة أنط كده من الكاميرا وأخش أكل معاهم. بألف هنا وشفا طبعا على قلبهم. جميل جميل بجد الأكل ديت، مهما الواحد ياكل منها ما بيشبعش. طبعا هي كان عندها اخواتها، كانت عازماهم في العيد على طبعا الأكلة الشهيرة بتاعت البيوت كلها. في العيد لازم رنجة وفسيخ وسرجين وبصل بقى، بص وليمون، ده أهم حاجة. يعني بجد الأكلة كانت تحفة، عايزة أقول لكم، بس أنا بحبها كده نية، يعني مش معمولة على النار. خدوا بالكم انتوا كمان لما بتتعمل على النار وبتطقطق الجلد بتاعها بتملحها. يعني انتوا خدوا بالكم كده، لو دقتوا سمكة كده هوت من غير ما تتشوى وسمكة مشوية هتلاقوها احدقت شوية. فلو حد عنده ضغط ما ياكلهاش مشوية على النار، عشان بتعليله الضغط. وطبعا كمان بتبوظ البوتاجاز لما بنعملوها كده مباشرة على البوتاجاز على طول من فوق من غير صينية. يعني هما كويس اللي هما عملوها في صينية، لاني اول واحدة عملوها على البوتاجاز نزلت مية بقى وبتنزل زي زيت كده، او الايدام بتاع السمكية. عايزة اقول لكم بيبوظ البوتاجاز خالص. وتلاقوا بقى الريحة بعد كده بتبقى صعبة صعبة، عايزة تتصبن في ساعتها، وبتخلي ريحة المطبخ كله زفارة. فهي الأصح فعلا ان هي تتاكل كده هوت من غير شوي. كمان ما بيبقاش فيها نسبة الحدوقية بتاعتها وبتبقى مالحة قوي. يعني انا مع بسمة بتاكلها زيي. الأكلة دي بجد تحفة تحفة، والواحد مهما ياكلها بس تحسه لما بيشوفها بيبقى فعلا عايز ياكلها تاني. ما بنبقوش شبعانين منها. ربنا يديم اللمة الحلوة ديت كده دايما يا رب على طول. هي دي بقى الواحد بيحب الأعياد في كده، اللي الناس بتتلم كده مع بعضيها وبيزوروا بعض. وبتبقى الزيارات الجميلة في وسط بقى في وسط السنة بقى كده. الناس كلها بتبقى مشغولة بقى في شغلها، واللي عنده في مدارس واللي عنده دروس. تحس ان الدنيا ملهية في ظروف الحياة بقى وفي العيشة والبيت والكلام ده كله. فبجد احنا كمصريين بنستنى كده وقت الأعياد أو المناسبات عشان نتجمع التجمع بجد الجميل دوت الحلو. ربنا يديمها نعمة كده علينا يا رب. نخشوا بقى على مين؟ على برضو زيارة أم آلاء لاخوها، هي وعمار ونجار ومحمد. كانت زيارة جميلة كده، وعمتهم طبعا عيدت عليهم وعطت عيال اخوها العيدية، واخوها برضو عطى نجار وعمار العيدية. ونجار بقى كانت مشغولة سايبة كله مشغولة في العيدية الخمسات، بتتصور بيها. عايزة اقول لكم تبقى احلى عيدية والله، اللي هي الفلوس الجديدة دي كده، هوت الخمسات اللي جاية من البنك بتبقى جميلة، ممكن تبقوا فرحانين بيها احسن من لما حد يديك كده فلوس مثلا مجمدة 100 ولا حاجة او 200. لا الخمسات دي سبحان الله مهما نكبر بس بنحبوها، بيبقى ليها يعني فرحة خاصة كده. واحنا بنقول لك يا حاج مجدي شوف بقى عروسه لمحمد ايه، عشان احنا عايزين نفرح بيه مع مامته. يعني هي مامته فعلا نفسها كده هوت ان هي فعلا تفرح بمحمد. ربنا ينولها اللي في بالها يا رب، ويفرحها بمحمد وبنجار وبعمار ان شاء الله، ويطمنها على آلاء. احنا طبعا بنقوله الف سلامه لولولو، اخده دور برد. هي ما بتجيش على هوا اسكندريه يا جماعه. هي آلاء منين ما بتيجي اسكندريه بتتعب. انت اخدتي خلاص على هوا القاهره، مع انها برضو كانت في القاهره تعبانه برضو يا ولاد. ما كانتش خافه. بس طبعا والله هي صعبانه علينا. مش عارفه، بحس ان هي بتطلع من نقره تقع في ضحضيره، يعني كل شويه تعبانه. شفاها الله وعافاها، بس هي كده من الواضح اللي مناعتها ضعيفه، عايزه تاخد حاجات فيتامينات مقويات. يعني هي المحلول اللي هي كانت مركباه دوت كان لونه مصفر كده شويه، فشكله دوت كده فيه فيتامينات. فهي ممكن تكون عايزه تعمل تحليل مناعه، تشوف المناعه عندها ايه، تعمل تحليل د، ممكن يكون عندها نقص فيتامين د.
طبعًا إحنا مش عارفين الإبرة اللي هي كانت بتاخدها وعلى طول بتاخدها، ومحمد بيقول على طول تعبانة من الإبرة دي، يعني الإبرة ديّة بتقول بيسخّنها وبتتعبها. فطبعًا محمد مش قايل لنا بالضبط التفاصيل بتاعة تعبها إيه، هي بس اللي هي راحت ركّبت نَفَس في المستشفى، لإن هي كان عندها دور برد جامد. يا جماعة الجو الأيام دي صعب جدًا، جدًا، يعني ما حدش بجد يخفِّف هدومه، لأ خلّيكم ملتزمين بهدوم الشتا. لسه الدنيا ساقعة والدنيا شتا والعظم خلاص ما بقاش مستحمل دلوقتي. فهي أخدت دور برد، بس هي برضه غلطانة، خلّت محمد يجيب لها مضاد حيوي من الصيدلية، بتاع الصيدلية برضه كمان غلطان، عطاها أومنتين 1000. أوجمانتين دوّة 1000 ده بيتاخد يا جماعة للي هو حد لسه طالع من العمليات، اللهم احفظنا يا رب، وربنا يشفي كل مريض. صعب جامد تقيل، عشان كده يعني الحمد لله، الحمد لله ربنا سترها معاها وقامت بالسلامة. لأ تقيل 1000 أوجمانتين، طب خدوا في حاجات تانية مضاد حيوي بتبقى خفيفة، غير إن هي تاخد كده 1000 وما كانتش أكلة كويس. يعني بجد المضاد الحيوي يا جماعة نخلّوا بالنا منه، ما بيتاخدش كده على طول لأ. كان جايب لها فلوريست، كان جايب لها مثلًا مجموعة برد، فاهمين؟ لإن هي بتقول آخدة دور برد جامد، أو كانت راحت كشفت. طبعًا لإن هي كمان تعبانة وبتاخد إبر وعلاجات لحاجات تانية، فممكن علاج ما يتماشاش مع علاج، يتعارض معاه، فممكن يعمل لها مضاعفات. يعني ده الحمد لله اللي كان في حد معاها في البيت، لإن كان محمد والحاجة وكده كانوا كلّهم راحوا فرح اللي هو كان محمد بيقول عليه، كانوا معزوم مين عندهم فرح. يعني كويس اللي هي قعدت ونيرة و... ومين تاني وإنجي كنا شايفينها معاها، وسحر. يعني كويس برضو اللي نيرة جات لها فكرة ان هي تتصل بسحر عشان خاطر تتصرف وتيجي برضو توديها المستشفى. يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس تتوقعوا كده اللي آلاء ممكن تكون لسه حامل، ما تكونش سقطت، لان هما ما طلعوش ولا اتكلموا ولا يعني ولا قالوا اه ولا قالوا لا. بس حاساها للايام دي كده على طول تعبانه. ممكن تكون الحمل يا جماعه تكون هي لسه حامل ما سقطتش، بس يعني مستنيين شويه كده مثلا لما الحمل يثبت، او يطمنوا عليها، لان هي كل شويه تعبانه كل شويه تعبانه الايام ديت. فيعني مش عارفين الابره ايه اللي هي بتاخدها، وعلشان خاطر ايه اللي كل شويه تعباها ومخليها سخنه. فألف سلامة طبعا عليها، احنا بندعو لها ربنا يشفيها يا رب ويقومها بالسلامة، ويخليها لبنتها توتة القمر العسل السكر. وهي بتقول دايما بتبقى تعبانة اما بيبقى محمد او بتحصل حاجة وهو محمد مش موجود معاها، بيبقى في مشوار. يعني فاحنا بنقول لك لا خلاص خليك يا محمد على طول معاها طالما انت وجودك معاها في البيت بيخليها كويسة ما بتتعبش. ألف سلامة عليها طبعًا، والله باين عليها أوي، إحنا زعلانين عليها يا عيني ما بتلحقش والله، كل شوية تطلع من دور تخش في دور، وباين على وشها خالص والله. حتى كمان يا عيني العصب السابع باين على عينيها اللي هي مقفولة كده شوية. ادعوا لها يا جماعة ربنا يشفيها يا رب ويقومها بالسلامة كده لبنتها إن شاء الله. نيجوا بقى لهدية الدكتور يحيى، هدية عروسة الدكتور يحيى للحاجة سعدية. هي كانت عند خطيبة يحيى بيعيدوا عليها، راحت جاية عطشها برضو هدية عيد الأم بتاعة الحاجة. اللي عمالين بقى ينتقدوا ويتكلموا يقولوا المفروض كانت مثلا هي اللي جات لهم زيارة في البيت وهي اللي عطتها الهدية بتاعة عيد الأم. يا جماعة عادي مش مشكلة، مش شرط، في أهالي بتبقى متشددين قوي، ما ينفعش العروسة كده عمالة على بطال تفضل رايحة جاية حتى لو في مناسبة عند بيت اهل خطيبها، لان خصوصا هم لسه في الاول. يعني لسه في الاول. انا مش عارفه بقى هو يحيى لبس الدبل، بس الدبل لسه ما فيش شبكه، لسه هيلبس الشبكه. فانا مش عارفه هم بقى هيعملوا لسه فرح تاني للشبكه والخطوبه وبعد كده يبقى فيه الدخله، ولا في الدخله بقى على طول هيلبس الشبكه. عشان في ناس بتبقى مختلفه يعني في حكايه الذهب ديت. انا مش عارفه هم من يعني بيظبطوها ازاي بقى، فاهمين؟ بس بصراحة العباية شيك جدا وجميلة وحلوة وقيمة. بس كانت جابتها لها التطريز اللي فيها اللي هو الذهبي دوت، كان هيبقى مثلا فضي او اسود من نفس لون العباية اللي هو التطريز اسود، كان هيبقى احلى. خصوصا ان الحاجة برضو كبيرة في السن، وان هو الحاج جابر لسه متوفي، وزي ما انتم شايفين الحاجة بقت كده على طول بتلبس اسود. فالذهبي اللي هو فيها دوت هي شيك مش وحشة. بس كان التطريز كان عايز يبقى يعني لون تاني اهدى، لو فضي كان هيبقى احلى. لو كان مثلا اسود في تطريز خرز كده اسود برضو بيبقى اشيك واحلى وجميل. بس كعباية بصراحة كانت شكلها حلو قوي قوي وجميلة.
نيجوا بقى السمك السنجاري اللي محمد عمله. بس احنا ما شفناش محمد جاب هدية للحاجة. ممكن يكون عطاها فلوس يا ولاد مش عارفة. هو كان جاي بقى عشان خاطر عيد الأم، بس جاي جايب لهم معاه السمك. فاكرين اللي هو السمك البوري اللي هو كان جايبه من مصر، وكان المفروض يعمل لهم بيه عزومة، وكان عايز يملحه، والماما ما ملحوش. ماما عملها لهم سنجاري وكلهم عمالين يشكروا فيه. عايزه اقول لكم السمكه الكبيره ديت بتبقى حلوه لو طازه، بتبقى جميله. بس بصراحه انا ما بحبش احط السمك في الفريزر وبعد كده ارجع اطلعه. يعني السمك بالذات لازم يتاكل طازه. ده احنا ما بنروح نشتروه من عند الراجل لازم يكون يعني ايه بيلعب كده وحي وصوحي كده في الميه، يكون مثلا جاي النهارده. ما يكونش بقى بايت وحاطط عليه تلج وحاطط عليه ميه والكلام ده كله. فالسمك لما بيتاكل طازه كده في ساعتها بيبقى احلى واطعم بكتير من اللي انت تجيبي السمك وتخزنيه في الفريزر وبعد كده تطلعيه تاني. بس هو حلو عامه مش وحش. واحنا طبعا مستنيين ومتشوقين نشوفوا السمكه اللي هو عملها فسيخ الكبيره ديت. طبعا هي لسه ممكن تقعد بتاع 20 يوم كده ولا حاجه، عشان دي كبيره فبتاخد وقت اكتر في التمليح. فهو اكيد هيعمل لها فيديو مخصوص ويوريها لنا عشان نشوفوها شكلها ايه، يعني بقت استوت ولا ايه ظروفها. بس عايزه اقول لكم السمك الكبير اللي هو الفسيخ دوت ممكن الواحده تعمل كيلو، او لو اتنين صغيرين شويه ممكن يعملوا الاتنين يعملوا كيلو. وكيلو الفسيخ يا جماعه دلوقتي بقى ب 350 و400، وبقت اسعار خياليه كده للفسيخ. بألف هنا وشفا عليهم. كانوا عاملين بقى قاعده كده في الجنينه، وكانت جميله بصراحه. مش عارفه اما الحاجه هتروح الشقه الجديده هتحرمنا من القعده كده في الجنينه. مش هيبقى محمود، هيبقى محمود بس هو اللي عنده بقى جنينه وبسين. هو بقى دوت اللي هيمتع المتابعين بالفيلا بصراحه، لان احنا اخدنا عليهم اللي هم على طول قاعدين في فيلا في واسع. فالتصوير بصراحه بيبقى تحفه تحفه قوي في الاجواء الجميله دي. ربنا يختار لهم الاصلح ان شاء الله. نخش بقى على الهدايا برضو عيد الأم اللي جابها حسن هو ويحيى وأولاده أم زياد. يعني كل واحد اللي جايب مسحة واللي جايب كاتل، وجايب لها طقم مش عارفة ميلامين دوت ولا أكروبيل. ماما ما قالوش الماركة بتاعته ايه يعني نوعه ايه. أطباق كده، وجايب لها طقم حلل جرانيت. عايزة اقول لكم الحاجات دي كلها يا جماعة هم جايبينها من عند محمود، لأن محمود هو اللي بيبيع الحاجات دي. فتحسوا دلوقتي كده اي حد بيجيب هديه لحد هتبقى اجهزه منزليه، حاجات المطبخ. حتى يحيى برضو لما جاب هدايا الالاء جاب لها حاجات مطبخ. طبعا برضو جايبها من بينفع اخوه بقى، مش هيروح يجيب من بره. فاهمين؟ بس نقوله ماشي عشان كانت الاء لسه بتوضب في شقتها وبتفرش حاجتها من اول وجديد، فعشان كده اخد لها حبه الحاجات دي. بس بصراحه كان اختيار موفق، يعني اختيار قصدي غير موفق للحاجه بصراحه. يعني انتوا جايبين لها حاجات مطبخ، حاسه ان الحاجه اصلا مش فرحانه بيها. عايزه اقول لكم الحاجه يا جماعه كانت محتاجه هدوم. الحاجه احنا شايفينها من اول رمضان بعبايه ليل نهار قاعده بيها، واقفه في المطبخ بيها، عند حسن بيها، عند محمد بيها، عند محمود بيها، خارجه بيها، قاعده تفطر معاهم بيها. يعني بجد العبايه، لا كانت الحاجه بصراحه عايزه كام عبايه، لان هي خلاص دلوقتي بقت معتمده الاسود في لبسها كله. مش هتغير بقى بيت خروج مناسبات هتلبس طبعا الاسود، بما انها طبعا كبيره والسن كبير والحاج لسه متوفي. ففي ناس كده اللي هي الناس الكبيره دي كده خلاص بقت ايه، يعني ملتزمه كده بلبس الاسود بقى ايه بره وجوه زي ما بيقولوا. فكانت محتاجة بجد مثلا اسدال اسود، محتاجة حبة عبايات للبيت وحبة عبايات للخروج. يعني مثلا يقولوا لها مثلا ديت شما البسي ديت في البيت العباية ديت، او احنا بنصور او احنا او بنشوف في المطبخ البسي دي. في عبايات غالية على رخيصة، يعني هاتوا اللي هي سعرها معقول تقعد بيها في البيت، واللي سعرها غالي تخرج بيها وهي خارجة كده. هاتوا لها مثلا شوز حلو طبي جلد، جلد طبي كده هوت اللي هو الجلد الطبيعي، والنعل بتاعه اللي هو الطبي كده يبقى مريح لرجليها وطري كده تحت رجليها. هاتولها شنطه كده شكلها شيك. انتوا بتصوروا بقى كام طرحه برضو كده هوت اللي هما بيتلفوا كده اللي هي الشيفونات ديت كده اللي هي او القطن للحاجه برضو لونها اسود برضو كده هوت شيك. في حاجات كتيره قوي كده كده. في اللي هي التلبيسات السوري برضو لو تجيبوا لها مثلا اتنين، مثلا واحده رصاصي او واحده اسود او واحده بني، برضو اللي هي الالوانات الغامقه كحلي، الحاجات اللي هي الغامقه دي برضو تلبسها في البيت. كانت برضو هتبقى شكلها شيك اكتر وهتفرح الحاجه اكتر. مش هقول لكم هاتوا لها ذهب يعني مع اني والله ده اقل حاجه
اقل حاجه هي من الواضح كده ان الحاجه باعت دهبها كله، لان احنا بقالنا فتره مش شايفينها بتلبس دهب في ايديها. فمش عارفين بقى فعلا هي شايلاه عشان خاطر يعني مش هتتزين بيه وكده عشان خاطر الحاج جابر لسه متوفي فهي شايلاه، ولا فعلا هي باعته عشان خاطر تجيب الشقه اللي هي اخدتها، لان هي نفسها توضب بقى الشقه وتقعد هي دي بقى كده خلاص هتبقى الشقه التمليك اللي الحاجه بقى هتقضي فيها بقيه عمرها ان شاء الله. يعني الفيلا دي برضو كانت ايجار، كانوا واخدينها ايجار، فطبعا هي بتوضب شقه عشان ترحم بقى نفسها من الايجار اللي كل شهر بيبقى اكيد غالي وكتير، فعايزه توضب الشقه بقى وتقعد فيها وتوفر حق ايجار الفيلا. فكان ممكن جابوا لها خاتم، كانوا جابوا لها غويشه، كل واحد كده لو اشتركوا مع بعضهم هم ما شاء الله اللهم بارك يعني مقتدرين. يحيى بيخش له دخل، محمد بيخش له دخل، محمود، حسن، كلهم ما شاء الله ظروفهم الماديه كويسه، فلو كانوا اشتركوا مثلا وجابوا لها اللي جاب لها غويشه، اللي جاب لها خاتم، اللي جاب لها زي ما قلت لكم حبه عبايات، لان الحاجه بجد محتاجه حبه عبايات كده هو تغير فيهم في البيت تخرج بيهم. يعني هي احلى واحده بصراحه كانت خطيبه يحيى، اللي هي جابت لها عبايه، يعني كان الاختيار موفق بصراحه، مش وحش، ما عدا طبعا يعني زي ما احنا قلنا ايه، هي ممكن تكون ما اخدتش بالها الحته اللي هو التطريز الذهبي اللي هي جايباه طبعا عشان خاطر الحاجه، والحاج جابر لسه متوفي، فكانت ممكن جابت لها حاجه التطريز بتاعها ارق من كده، كانت تبقى اسود في اسود برضو وكانت هتبقى شيك. التطريز بيبقى من نفس القماشه في اللي هو الجبير، عايزه اقول لكم الفصوص ديت والخرز ده عايزه اقول لكم بيقع والله. فالتطريز اللي هو بيبقى الجبير او من نفس الخيط او من نفس القماشه منها فيها ديت كده بتبقى شكلها احلى وجميله، غير التطريز دوت مع الغسيل بتبقى عايزه بقى كده ايه، غسيل بعناية عشان لو فص وقع من الفصوص دي بيبوظ منظر العباية. بس هي بصراحة كان اختيار موفق ان هي جابت عباية. نيرة طبعا مش مهتمة خالص ولا في دماغها، يعني كانت بتبقى اخدة بالها من هدوم ستها لبست ايه تجيب لها ايه ستها محتاجة ايه. طبعا حاسة ان نيرة الايام دي كده مش عارفة ليه في الطراوة، مش مركزة في حاجة، لا هي عايشة بقى كده فاهمين مع نفسها. حتى ناس كتيرة اخدوا بالهم في الدراسة، مش شايفينها ان هي بتذاكر كتير، ده هي في ثانوية عامة، يعني المفروض الايام ديت خلاص دي كلها شهرين وهتخش على الامتحانات، المفروض تركز اكتر، المفروض تذاكر اكتر من كده. طبعا حسن عماله تقول انا كمان انا عايزه اعيد الام، فحسن ضحك معاها يعني كده، لا خد جنيره وطلع من جيبه فلوس كانه يعني هيديها فلوس. انت لسه بدري طبعا يا نيره ان انت تبقي بس ممكن بقى كان تطلبي من خواتك، بما ان خواتك بقى انت زي ما انت بتقولي بتفطريهم ومهتميه بيهم، كانوا ممكن هم اللي جابوا لك كده حاجه ايه رمزيه، حاجه بسيطه كده يفرحوكي بيها. كنتوا انتوا ممكن تتلموا كده مع بعضكم وتجيبوا تورتايه لستكم تفرحوها بيها، كنت حاسه ان هي تفرح بيها اكتر من الحلل اللي انتوا جايبينها. وحسن بيقول لها طلعيها تستعمليها ما تركنهاش للشقه الجديده. يعني احنا بنقول لك يا حاجه خلاص بقى طلعي، لان في ناس كده الناس الكبيره لما بيجي لها حاجه تقول طب ما انا عندي، طب اما التاني القديم يبوظ او القديم يستهلك نبقى نطلع الجديد. يعني هي محتفظه بكاتل بيكهربهم عشان خاطر الحاج جابر هو اللي كان عامل الفيشه بتاعته. لا خلاص يا حاجه استعملي بقى الكاتل الجديد. بس عايزه اقول لكم الاصح كانوا جابوا لها كاتل ازاز، عايزه اقول لكم كاتل الازاز اغلى واحسن، يعني انا كنت سامعه دكتور كان بيتكلم فكان بيقول الكاتل الازاز صحي اكتر من الكاتل اللي هو الستانلس يعني من جوه. فهي طبعا اكيد هتشيل الحاجات ديت وهتطلعها في الشقه الجديده. بس عايزه اقول لكم ده كانت بتقول محمود لسه جايب لها طقم الحلل، والحاجه خلاص دلوقتي ما بقتش تطبخ كتير وما بقتش تقف كتير في المطبخ، وزي ما انتم شايفينها بقت بتروح كتير عند محمد وعند حسن، بتروح تقعد عندهم مثلا بالكام يوم، فما بقاش في طبيخ واكل وشرب كتير في الفيلا. فبجد يعني كانت الاختيارات الهدايا ما كانتش موفقه، كانوا جابوا لها حاجه الحاجه تفرح بيها بجد اكتر من كده. زي ما قلت لكم دهب، عبايات، شوز كده هو شكله حلو، طرح، شنطة، يعني كانت الحاجة فعلا محتاجة حاجات زي ديت هتبقى أقيم وأحلى وهيفرحوها. وكانوا كلهم اتلموا كده وجابوا لها تورتاية زي ما كانوا بيعملوا قبل كده، وكانوا احتفلوا كده بعيد الأم معاها، كانوا فرحوها وكانوا اتجمعوا كلهم حوالين منها.
طبعًا اللي بيسأل نهال ما جاتش ليه يا جماعة، نهال طبعًا حامل وما حدش يعتب عليها، كانت برضه آخدة دور برد، فربنا يشفيها يا رب ويكمل لها على خير. طبعًا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش طبعًا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد أنا بانزّله، ولو وصلتِ لغاية هنا يا قمر ما تنسيش تحطّي اللايك عشان قناتي تكبر بأحلى أخوات وأحلى متابعين عندي في القناة، توحشوني واستنوني في فيديو جديد، مع السلامة، سلام، مع السلامة.